مرحبا فيكم من جديد لمتابعة الريتنج اليومي لنسب المشاهدات للمسلسلات التركية اللي انعرضت امبارح بتاريخ الثلاثاء 24 سبتمبر أيلول. امبارح عرف عودة الموسم الثاني من مسلسل بهار اللي كان الوحش بالموسم الماضي وسيطر على نسب المشاهدة وكان الرقم 1. وبالطبع مؤخرا صار منافسه مسلسل جديد وهو حكاية ليلى اللي يجمع براك دينيز وسو بورجو. ورغم تخوف كثير من الناس انه عودة مسلسل بهار راح تحطم مسلسل حكاية ليلى اللي عم يعرف بداية قوية من عرض حلقاته الثلاث الأولى، وكان في شوي تخوف انه يتراجع عن الصدارة. وأكيد كان في حماس كبير لمعرفة نسب مشاهدات مسلسلات الثلاثاء لأنه حكاية ليلى كان ينعرض لحالها، وبدنا نشوف كم نسبة مشاهدة راح يحصلها مع منافسة قوية مع كل من مسلسل بهار وكمان المسلسل التاريخي محمد الفاتح. ورغم المنافسة والقاعدة الجماهيرية الكبيرة لمسلسل بهار إلا أنه حكاية ليلى حافظ على المركز الأول رغم الانخفاض الطفيف في نسب المشاهدة، وحقق نسبة مشاهدة بلغت 7.17 بتراجع 1.35. أما المركز الثاني كان من نصيب مسلسل بهار بحيث أنه حققت الحلقة 17 لبداية الموسم الثاني نسبة مشاهدة بلغت 5.83. وكبداية هاي الريتنج مقبول ومطمن أنه بهار فيها تقلب الطاولة في أي حلقة على مسلسل حكاية ليلى. أما مسلسل محمد الفاتح فحققت الحلقة 16 منه نسبة مشاهدة بلغ 3.27، ومن دون شك هاي النسبة مانها مرضية أبدا لعمل ضخم وتاريخي. أما الليلة راح تسهروا مع حلقات جديدة من مسلسلات ليلى ورائحة الصندوق ومسلسل حجرة ورقة مقص.